لما رواد الاعمال بيطلبوا استثمار بيبقوا محتاجين ان هم يقيموا الشركات بتاعتهم، ويمكن احنا شفنا ده في برنامج شارك تانك لما يجي مثلا رائد اعمال ويقول انا عايز مليون جنيه في مقابل 30% من الشركه. في فيديو النهارده هنتكلم ازاي رواد الاعمال بيقيموا الستارت ابس بتاعتهم، اللي هو جابوا منين المليون جنيه في مقابل ال 30%. خلينا الاول نشوف هو ليه الشركات بتحتاج ان هي تعمل فالويشن. هل الاستثمار هو السبب الوحيد؟ في الحقيقه في اسباب تانية كتير. في حاله بيع الشركه او اندماجها mergers and acquisitions، في حاله ادراج الشركه في البورصه فهم اكيد محتاجين يعرفوا سعر السهم هيكون ايه. كمان للانترنال بلاننج والضرايب. اخر حاجه لما يكونوا عايزين يجمعوا استثمارات علشان يعرفوا هيدوا للمستثمر حصه قد ايه في مقابل الفلوس اللي هيدفعها. فلازم رواد الاعمال يكون عندهم درايه دايما بقيمه شركاتهم عشان يقدروا يعملوا بلاننج وياخدوا قرارات بشكل افضل. طب ازاي بقى بنعمل التقييم ده للشركات؟ علشان نرد على السؤال ده فاحنا محتاجين نعرف الشركه في انهي ستيج. يعني لو الشركه لسه ما صنعتش برودكت او عندها مجموعه من الكاستمرز بس لسه مش كتير، فهي في مرحله pre-seed funding, seed funding. فهنا مش بنقدر نقيم الشركة قوي على حسب أرقامها، ولكن بنقيمها على حسب تشيك ليست. ففي طريقتين هنا للتقييم وهما بيركس وسكور كارد فالويشن. أما لو الشركة عندها قاعدة عملاء قوية ومبيعات كتير ممكن في كذا بلد، فهنا ممكن تكون الشركة في مرحلة Series A funding فيما فوق، وبنستخدم تاريخ الشركة المالي أكتر عشان نقدر نقيم سعرها بثلاث طرق، وهما cost to duplicate, market multiple and discounted cash flow. فتعالوا نبدأ بالحالة الأولى لو الشركة لسه بتبدأ. أول طريقة وهي بيركس. أولا بنقيم قوة الفكرة وقوة وضوح البيزنس موديل، بمعنى هل المنتج واضح؟ هل هو فعلا بيحل مشكلة حقيقية؟ هل رواد الأعمال محددين كويس الفئة المستهدفة من العملاء؟ وهل المنتج مناسب ليهم ولا لا؟ منافسة عالية، الشركة قادرة تميز نفسها في المنافسة دي؟ ولو الشركة حققت الشرط ده نقول هي تستحق هنا مليون جنيه كقيمة. النقطة الثانية، هل الشركة عملت بروتوتايب أو صورة مصغرة من المنتج؟ طب جربوه في السوق؟ في مجموعة من الكاستمرز اشتريته أو حجزته؟ لو ده اتحقق يبقى نزود على قيمة الشركة مليون جنيه كمان، يبقى لحد دلوقتي قيمة الشركة 2 مليون جنيه. النقطة الثالثة وهي الفريق. هل الفريق متكامل؟ يعني مثلا هل في حد مسؤول عن الإدارة والماليات؟ حد مسؤول عن صناعة المنتج أو تقديم الخدمة؟ وهل في حد مسؤول عن المبيعات والتسويق؟ هل التيم عنده خبرة في المجالات دي وفي الإدارة؟ لو ده اتحقق يبقى نزود على قيمة الشركة مليون جنيه كمان، وكده أصبحت قيمة الشركة 3 مليون جنيه لحد دلوقتي. رقم 4 العلاقات. هل التيم عنده علاقات قوية مع عملاء متميزين زي الحكومة مثلا أو شركات ضخمة؟ لو حققوا الشرط ده يبقى كمان نزود مليون جنيه، وكده أصبحت قيمة الشركة لحد دلوقتي 4 مليون جنيه. خامسا product roll out or sales، يعني مبيعات الشركة وقاعدة العملاء. هل الشركة باعت لعملاء كتير وعندها قاعدة قوية من اللويال كاستمرز أو العملاء المواليين اللي دايما بيشتروا منها؟ لو الشركة حققت الشرط ده نزود مليون جنيه، وكده تبقى قيمة الشركة 5 مليون جنيه، والقيمة دي هتبقى البري ماني فالويشن أو قيمة الشركة قبل الاستثمار. طبعا لو في شروط مش متحققة فإحنا بنخصم المبلغ المقابل ليها أو جزء منه على حسب إيه اللي متحقق منها. الطريقة الثانية وهي سكور كارد فالويشن، وهي مشابهة جدا لطريقة بيركس، بس الاختلاف إن بدل ما أبدأ قيمة الشركة من زيرو وابدا ازود قيمتها مع كل نقطه تتحقق، في السكور كارد فالويشن بنحسب قيمه مبدئيه للشركه وليكن مثلا 5 مليون دولار. الرقم ده من اننا شفنا شركات تانية مشابهه ليها في نفس القطاع ونفس الستيج ونفس الريجن، وعملنا حسبه كده ولقينا ان قيمتهم بتتحرك حوالين ال 5 مليون دولار زياده او اقل. فيعني احنا خدنا ميديان الارقام دي، وبعدين نبدا بقى نزود او ننقص من القيمه البدائيه دي على حسب تحقق الشروط، وهي قوة التيم وحجم الفرصة وحجم السوق. يعني هل المنتج بيخدم قطاع كبير من العملاء ولا لأ؟ كمان المنتج نفسه والمنافسة والمبيعات السابقة، وهل محتاجين استثمار تاني ولا لأ عشان الشركة تقوم أو تبدأ تبيع، وعوامل تانية كتير. وبعد ما نزود أو ننقص من ال5 مليون جنيه على حسب تحقيق الشروط دي طلع لنا مثلا 3.5 مليون جنيه، وهو ده البري ماني فالويشن أو قيمة الشركة قبل الاستثمار. كده احنا اتكلمنا عن لو الشركة كانت في البداية قوي. طب لو الشركة بقالها في السوق 5 سنين او اكتر وبقت ويل استابلشد وعندها مبيعات في اماكن كتير، يبقى يفضل نعتمد في التقييم اكتر على اوراق الشركة المالية، مبيعاتها ومصروفاتها. وهنا بنستخدم 3 طرق وهما cost to duplicate, market multiple or discounted cash flow. علشان نفهمهم تعالوا مثلا نضرب مثال اننا هنشتري شقة وعايزين نعرف سعرها كام. في 3 طرق نقدر نقيم بيهم السعر. الطريقة الأولى إني مثلا أقول إن سعر الشقة هو تكلفة بنائها. يعني لو الشقة مثلا في الروف هنشوف تكلفة إن إحنا نطلع تراخيص ونجيب مهندس ونجيب عمال ونبدأ نبني
والماتيريال وكل حاجه، والتكلفه دي كامله بتكون سعر الشقه. ودي طريقه اسمها كوست دوبليكيت. مشكلتها انها اهتمت بالكوست بس ما اهتمتش بالبوتنشال. يعني لو العماره شكلها كويس وفي منطقه جميله اكيد هيكون سعرها اعلى مهما كان تكلفه بنائها عامله ازاي. تعالوا نطبق الكلام ده على الشركات. كوست دوبليكيت بيهتم اكتر بالاسيتس والاوبريشن كوست او تكلفه التشغيل، ويجمع الارقام دي وفي النهايه بيطلع قيمه الشركه بدون الاهتمام ببوتنشال الشركه انها اصلا ممكن تكبر في المستقبل او لا. ولان الطريقه دي مش عادله قوي خلينا نشوف الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه بقى انك تقيم الشقه على حسب المكان اللي هي فيه، بمعنى ان احنا نشوف الشقق في المنطقه اسعارها كام تقريبا ومن هنا ندي رينج سعر الشقه ممكن يكون كام. في الشركات كذلك بنشوف شركات مشابهه وبنحسب البي اي ريشيو او برايس تو ايرنينج ريشيو او قيمه الشركه السوقيه بالنسبه لارباحها في خلال سنه، ونقول والله في مجال الفنتك كمثال قيمه الشركه بتكون 10 اضعاف ربحها السنوي، فبنجيب ربح الشركه اللي احنا عايزين نقيمها في سنه فاتت او فوركاستد ونضربه في 10 فيدينا قيمه الشركه السوقيه. ده مثال طبعا للتبسيط، ممكن نستخدم ماتريكس ثانيه زي برايس تو سيلز اند برايس تو بوك. الطريقة الثالثة بقى وهي انك تفكر في الاستثمار كله عامة وتحسب سعر الشقة بالنسبة لفرصة الاستثمار. يعني مثلا تفكر هل اشتري الشقة واجرها ولا احط الفلوس في البنك وتجيب لي عائد احسن، ولو حسيت ان الفلوس في البنك ممكن تجيب عائد احسن ده ممكن يقلل من قيمة الشقة. تعالوا بقى نطبق الكلام ده على شركة. يعني مثلا لو عملنا 5 year financial projection وقلنا ان الكاش فلو او الكاش الجاهز اللي هيكون موجود في الشركة هو 100 مليون جنيه في كل سنة. طب هل كده سعر الشركة 500 مليون جنيه؟ طبعا لا، لان 100 مليون جنيه دلوقتي قيمتها اعلى من 100 مليون جنيه بعد 5 سنين، بسبب ان انا ممكن استثمر الفلوس دي فتطلع لي فلوس اكتر كمان بسبب التضخم. طب عايزين نحسب بقى قيمة الشركة. هنقول مثلا ان فايدة البنك دلوقتي 17.4%، وباستخدام المعادلة دي هنلاقي ان 100 مليون جنيه اول سنة قيمتهم تقريبا 85 مليون جنيه، تاني سنة هنلاقي ان قيمتهم تقريبا 73 مليون جنيه، اما خامس سنة فهنلاقي ان قيمتهم تقريبا 45 مليون جنيه. ولو جمعنا الارقام دي على بعض هنلاقي ان قيمة الشركة تقريبا 318 مليون جنيه. طبعا كل طريقة من الطرق اللي احنا اتكلمنا عنها بتطلع رقم مختلف، وهنا بيبقى عندنا رينج من الارقام اللي بنعرف تقريبا انه قيمه الشركه في الجزء ده. عامه حساب قيمه الشركات مش حاجه ثابته، هو فن اكتر ما هو علم. يعني لو جبت 15 مستثمر عشان يقيموا شركه واحده كل واحد هيطلع فيهم رقم مختلف. عمليه تحديد قيمه الشركه بتبقى مرهقه جدا وصعبه، خاصه للشركات اللي لسه ما طلعتش منتج اصلا او لسه ما باعتش، بيبقى صعب عليهم قوي ان هم يقيموا الشركه. علشان كده بننصحهم انهم ياجلوا التقييم شويه، يعني بياخدوا الاستثمار عادي مع وعد للمستثمر ان هياخد حصه من الشركه في جوله الاستثمار الجايه. وهنا في طريقتين، الطريقه الاولى اسمها SAFE which is Simple Agreement for Future Equity، الطريقه الثانيه وهي Convertible Notes، ودول ممكن نتكلم عنهم في فيديو منفصل لو حابين. اخيرا المستثمر دايما بيدور على انه يستثمر في شركه مربحه بسعر قليل، ورائد الاعمال عايز يقيم شركته باعلى سعر ممكن. وزي ما بنشوف في برنامج شارك تانك ان هنا بيبدا الجدل ما بين الطرفين، بس احيانا رواد الاعمال بيحطوا ارقام غير منطقيه تماما لشركاتهم. طب تعالوا بقى كده نتخيل ان رائد الاعمال ضرب رقم عالي قوي والمستثمر وافق، هل ده مكسب ولا مشكله؟ لا، هي في الحقيقه مشكله وممكن بسببها الشركه تخسر كتير. ازاي؟ الشركه ساعتها بتبقى اوفر فاليود، يعني مقيمه بقيمه اعلى من قيمتها بكتير جدا، وده معناه ان المستثمرين عندهم توقعات كبيره لارباح الشركه غير اللي الشركه تقدر تجيبه اصلا. وساعتها هنا بقى التيم بيحصل له بيرن اوت، بيجي لهم تارجتس عاليه جدا وهم محتاجين يشتغلوا كتير عشان يعرفوا يوصلوا للتارجت ده، وده تارجت محدش اصلا يقدر يوصل له. فلما بقى ارباح الشركه الطبيعيه تظهر قيمه الشركه بتقل في الجوله اللي بعدها، ودي بقى مشكله لان كده معناها ان المستثمرين خسروا فلوسهم لو هم مش حاطين شروط تحميهم، وده غالبا ما بيحصلش. وطبعا الثقه بتفقد في المؤسسين، احتمال المستثمرين القدام يستثمروا في الجوله الجديده بيبقى ضعيف، والمستثمرين الجداد لو جم بيحطوا شروط قويه جدا على المؤسسين. طبعا المستثمر مش عبيط، هو بيبقى فاهم ان الشركه دي اوفر فاليو وبيحط شروط تحميه في حاله التصفيه انه يقدر يرجع جزء كبير من فلوسه. فيعني الاصلح ان المؤسسين دايما يطلبوا الفلوس اللي هم محتاجينها ويقيموا الشركه بقيمه عادله. كده احنا عرفنا ازاي نحسب البري ماني فالويشن. عشان بقى نحسب البوست ماني فالويشن وحصه المستثمر في الشركه، شوفوا الحلقه الاولى من تحليل شارك تانك، واشوفكم على خير مع رياد.